تعالوا نتعرف على شغل هاني. القطعه دي اخذت منك انا عارف جهد كبير جدا، يمكن 6-7 شهور. احكي لنا بقى. هي القطعة دي ده مستنسخ من الريشة بتاعت منبر موجود في خنقاء باريس باي في صحراء المماليك. القطعة دي من قطع فريدة موجودة من الإرث اللي سابه لنا المماليك للجمعية. الطريقة دي في النجارة اسمها الجمعية، وهي تجميع الخشب مع بعضه من غير أي غيرها مسمار، الخشب في بعضه بس. كل القطعة دي ما فيهاش أي نوع من اللزق أو المسمار. القطعة دي من قطعة فريدة زي ما قلنا، معمولة بالطريقة الكيرف دي المنحنية دي، إن الإنان ده طبعا منحني كده. وده عملته إزاي بقى منحني كده؟ ده ما هو دي تبخير ولا بيبقى إيه؟ لا مش تبخير، بالعكس ده راوتر تشكيل. تشكيل. طبعا هي الفكرة كلها بعد تجارب أساتذتي وزمايلي اللي في الدفعات اللي قبل كده، دراسة ان احنا يعني ما عنديش اي نفس النموذج اتكرر قبل كده قبليه ما فيش. فكان عندي جاب كبير قوي ان انا ما عنديش اي ريفرنس لده اتعمل ازاي، وما فيش اي اثر مفتوح، لان هي الفكره كلها نشوف الجمعيه بقى من ورا. لان هي فن الجمعيه ده احنا صورنا قبل كده حلقه عن هذا الموضوع المهم جدا. الفكره كلها ازاي ده متجمع اهو. ادي كل قطع الخشب. انت الاول بتعمل التصميم او بتنقل او يعني بستوحي من التصميم الاساسي، وبعدين برسم ده هندسي، وبعدين بعمل حاجه اسمها تخشيب، يعني بحول التصميم الهندسي لطريقه للرسم عشان انفذ ساعات الواحد يقول يا هاني يا ترى انت نفذتها من الجزء اللي من ورا ده بالحاجات اللي انت عامل لها احرف ولا بتبقى من قدام؟ لا ده الدليل. هو ده السر. ده بالظبط هو ده الدليل. وهنلاقيها دايما في الاثر مستخبيه واحنا مش عارفين نوصل لها دايما. فادي التكوين بيحصل من هنا، لكن المنتج لف بقى كده الموضوع اهو. المنتج الجميل ده بيجي من هنا. ده عباره عن خشب ايه احنا قلنا؟ ده خشب مهوجني غالي. مميزاته ايه؟ بيستحمل؟ طبعا هو بيستحمل، ما بيلفش، التمدد بتاعه اقل من اخشاب تانية. هو خشب شيك راقي يعني. طبعا باين. طيب النحاس ونقش النحاس اللي موجود ده ايه؟ ده ابانوس. ده تطعيم تعمل ابانوس. كل الحاجات ولا في زملاء بقى اشتغلوا في التطعيم وشغل في النحاس؟ لا الحمد لله عاملها كامله. والله برافو. النهارده معانا فن تعشيق الخشب، بس انتوا بقى ايه المدربين. احنا لسه هاني كان بيقول فيكم شعر الحقيقه. طيب ممكن نشرح، كان معاكم حاجه عايزين تشرحوا عليها؟ ايه بقى؟ قول لي. ده ببساطه هي الطريقه، يعني هو الموضوع بدأ معانا ان احنا انبهرنا بالمنظر ده. كان دايما لما بنشوف حاجه زي اللي هاني شرحها اللي هي ديت او اللي هنا، بنتخيل ان هي معموله بالطريقه اللي بيشتغل بيها الشغل حاليا، اللي هو بيبقى فيه لوح كونتر او لوح كبير ويبدا يتلزق عليه القطع جنب بعضيها. وانا كنت ما بروح صراحه اي جامع بشوف اي منبر اي باب اي حاجه شبه كده بفتكر ان هي معموله بالطريقه دي. بس جالنا استاذ في 2020. انت خدت قرار انك تيجي تتدرب هنا رغم انك انت شغلتك النجاره. بالظبط. لكن لقيت ان هنا المكان هيضيف لك حاجه مختلفه. بالظبط ده اللي حصل فعلا. بس فجالنا استاذ من ضمن البرنامج التدريبي ان هو بيورينا الحرفه دي. دي كانت حاجه جديده عليا بصراحه، اول مره اشوفها. احنا بنعمل قطعه من دي ونطعمها. بالظبط. التطعيم ده يعتبر مجرد حاجه. ويبدا فكره الايه التعشيق الخشب. بالظبط بالمنظر ده اللي هو بتبقى فيه قطع طويله هي فيها الاشكال الحليات دي وبيتعشق في بعضيه بالمنظر ده لحد ما نكون التكوين. طيب انا عايز اسالكم انتوا يعني ايه اللي خلاكوا انت طبعا في النجاره اساسا، لكن انت في النجاره برضو كان لا انا مهندسه معماريه بس حبيتي ده تحديدا رغم ان المركز فيه حاجات كتير ممكن تتعلميها في النحاس وفي النحت وفي كل الكلام ده، ليه اخترتي ده؟ انا كنت منبهره بالفكره الاستراكشر، فكره ان احنا هي حاجه جماليه شكلها حلو قوي بس في نفس الوقت في لوجيك وفي طريقه ان انا بفكر ايه اللي هيشيل ايه
يعني شبه البازل، هي شبه بازل اللعبه فعلا، صح. بالظبط. آه. فانا حاسه ان هي شغلت مخي، ان انا كنت قاعده افكر طب ازاي دي حاجه صعبه ازاي اعملها، فاكن حاجه كده قرصتني اللي هو ازاي اعملها. فجيتي اتعلمتيه. بالظبط. طب بعد ما اتعلمتيها ودربتي، لكن عملتي برضو شغلك، بالظبط. بتستخدميه في ايه بقى؟ طبعا هي بتبقى كلاينتس معينه او كاتيجوري معينه اللي يقدروا يفهموا التكنيك ده. احنا حاليا هنا بنحاول ممكن نزوق اكتر ناحيه الترميم. ترميم في مساجد. مساجد، المنابر، الحاجات، الاضرحه. عشان هي طبعا تكلفتها عاليه قوي. ان انا اي كلاينت ممكن يقول اقدر اعمل ده بتكنيك حلو قوي اللي هو اللزق، واللي هو بيبقى مش رخيص ومش سهل. بس ممكن حاجه زي باب في قصر، بتبقى حاجات كلاينتس يقدروا يقدروا الحاجه زي كده.